شهيد الإخلاص في عمله حسين درويش كان في مهمة رسمية عندما صعقته الكهرباء فرمته من أعلى عمود الكهرباء، والنتيجة نزيف وكسر في الجمجمة أدى إلى الوفاة وفق الطبيب الشرعي. حضرت هيئة الكشف المؤلفة من القاضي والطبيب الشرعي، واطلعت شخصيا على الجثة، حيث كان سبب الوفاة هو السقوط على عمود كهربائي، مما أدى إلى كسر في قاعدة الجمجمة ونزيف دماغ، وبالتالي توقف القلب والتنفس والوفاة. لا يوجد على الجثة أي آثار لأي شدة أو عنف أو طلق ناري أو ما شابه ذلك، وأن هذه القنوات هي معروفة في تحريفها للحقيقة. وبعيدا عن أي تفاصيل علمية، شهادة أهله بعفويتها لا بد منها. أنا عمه للفقيد لحسين درويش، وأبو مرته كمان نفس الوقت. نرفع عليهم دعوة على أساس أنه هذا خبر كاذب، وتوفى بالكهرباء والصاعقة الكهربائية، وفي تقرير الطبيب الشرعي وكله. كل الدعايات التي تعرضها قنوات أورينت أو غير مغرضة كلها كاذبة ولا فيها أي حقيقة. نحن بندعي على قاضي قناة الأورينت ونحن نرفع عليها دعوة بحقها. وبما أن لا دخان بلا نار، فكان لابد من وضع حصل ثم تم استثماره، وهذا ما يوضحه ابن عمه. أنا طلبت القاضي، حكينا معه مرتين وثلاثة وأربعة، وما يعني بالأخير عم طلع خلوا علينا. قال ليش؟ نحن طلبناه من الساعة 1:30 2، وما اجى للساعة 8. والعالم كلياتها بتعرفوا يعني نحن عادات القرى انه اي واحد مثلا بيسمعوا شي حادث او شيء، اهل القرية جميعا يعني من عاداتنا ومحبتنا لبعضنا كلياتنا جميعا بنروح بندفع بنروح على محل شو اسمه، محل ما في اي حادث او في شيء 1000 شخص فوق. حتى عواميد الكهرباء أريد لها أن تنضم لأجهزة الأمن والجيش السوري، فكل من يتوفى في سوريا هو عندهم من ضحايا هؤلاء، حتى بات لا يستبعد أن ينجو ملك الموت عليه السلام من اتهاماتهم.